إلا بالله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا ومن ينظر الدنيا بعين بصيرة يجدها أغاليطا وأضغاث حالمي. وما هذه الدنيا بدار استراحة وتحصيل لذات لغير البهائم. ألم تر آل الله كيف تراكمت عليه صروف الدهر أي تراكم ما شرقت بنت النبي بريقها وجرعها الأعداء طعم العلاقم. أما عصرت بين الجدار وبابها أما يا نبت المسمار في صدر فاطمة أما أسقطوها لا رعى الله قومها. جنين حشاها محسنا يا لهاشمي صايح يا قلب ذوبه يا دمعي والله يا دمعي على الماتت تصرخ
ضلعي وضلع انكسر من نبتة المسمار صدري، واللطمة عيوني يداحي الباب يدري، وكل ما جرت نكبة علي يزداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان. أنا ومن عاينت حيدار ملبب قايدينا، وسمعت شبل الحساين يصرخ راح أبونا، غصب علي طلعت خوفي يذبحونا، وتتيتم أولادي عقاب فارس الفرسان وإمامه. أنا ظليت أدافعهم وظنتي يرحموني، ما لو علي بساط ظلوا يضربوني. والله يا سلمان الضرب والرممتوني، خلني يزلزلهم ترى ما بيهم إحسان. قالها يا فاطم قلت الكرنار روحي، وعلى أبوك المصطفى بالدار نوحي. صاحت يطلع علي الكرار لتروح روحي، هذا جزى المختار من عدهم يا سلمى. والداخلين على البتولة بيتها. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآيات الشريفة المباركة التي جاءت بعد حديثها عن
زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك حديث الآيات المباركة عن أهل بيت العصمة كما في آية التطهير، بدأت لتتحدث عن ما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، سواء كان من رجل أو امرأة، كما ذكرنا في الليلة الماضية بأن الآية الشريفة نزلت على أثر سؤال طرح من قبل أسماء بنت عميس رضوان الله عليها حينما رجعت مع زوجها جعفر بن أبي طالب عليه السلام من الحبشة بعد الهجرة، فجاءت إلى النساء وسألت: هل نزل في النساء شيء على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: إلى الآن لا. فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسألت من رسول الله، فإذا الله عز وجل يقول: هذه فعلا تحفة من قبل الله عز وجل لجميع عباده الصالحين، لجميع عباده المؤمنين. على ماذا حوت هذه التحفة؟ أشارت إلى مجموعة من الأمور المهمة التي من المفترض أن تكون في كلا الطرفين، سواء كان رجل أو امرأة من المؤمنين. شنو اللي يجب أن يتصفون به؟ قالت: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أول شيء أشارت إليه هو ما يتعلق بالجانب الاعتقادي. فيما يتعلق بالجانب الاعتقادي وبينت الفرق بين ما لو كان الإنسان مسلم والمؤمن أيهما أرقى وأرفع درجة. لا شك ولا ريب بأن المؤمن مكانته ودرجته أرقى، بحيث لما تجي إلى بعض الروايات تقول المسلم إنما هو إقرار باللسان، الإسلام إقرار باللسان، ومع ذلك هذا الذي يقر باللسان بشهادة أن لا إله إلا الله والتصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لكن أكو هناك درجة أرقى، مكان أرفع، فأشارت إليها الآية الشريفة، قالت: والمؤمنين والمؤمنات. المؤمنين والمؤمنات اللي بحيث هؤلاء لما تجي لهم في الجانب الاعتقادي ليس فقط إقرار باللسان، وإنما تصديق بالجنان وعمل بالأركان. يعني المؤمن يظهر أثر إيمانه من خلال كل ما يقوم به، ليس فقط على مستوى أفعال بل وحتى على مستوى أقوال، وهذا اللي أشارت إليه الآيات الشريفة. لاحظ بعد أن إجت تتحدث عن المؤمنين قالت: أكو هناك مجموعة من الصفات اللي لا بد من الالتفات إليها. قالت: والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. شنو حقيقة القنوت؟ شنو حقيقة الصدق؟ القنوت اللي هو بمعنى الطاعة، والطاعة لا تكون إلا من خلال الخضوع لله عز وجل، أن يكون الإنسان مطيع لله سبحانه وتعالى، لا بد وأن يظهر ذلك الأمر أيضا حتى من خلال أفعاله التي يقوم بها. لاحظ مثلا حينما يأتي الإنسان إلى الصلاة، في صلاته يقول يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى أحد الأشخاص وهو يصلي وهو يعبث بلحيته، فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلى شيء. المفترض هذا بما أنه يصلي الصلاة مو بس أداء حركات، قال: لو خضع قلبه لخشعت جوارحه. يعني إذا صار أكو شيء باطني موجود
يظهر هذا الشيء الباطني من خلال أفعال هذا الإنسان. تعال إلى من خلال عبادته، تعال إلى من خلال صلاته. إذا يعيش الطاعة لله عز وجل المفترض أنه يعيش حالة التوجه إلى الله والانقياد إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون في كل فعل من أفعاله صادق مع الله. ولهذا تلاحظ الآية بعد ذلك حالا وين راحت؟ توجهت وقالت والصادقين والصادقات. شنو معنى حقيقة الصدق؟ أنا لما أجي أتحدث عن شخص وأقول بأن هذا الشخص صادق، حقيقة صدقه ما هو؟ قالوا الصدق بمعنى تطابق الظاهر مع ما في الباطن. هذا لما تقول عنه صادق لا بد وأن يتطابق ظاهره مع ما في باطنه. والصدق ليس فقط من خلال الأقوال، من خلال الأفعال، بل وحتى من خلال الأقوال. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله كما في الحديث الوارد عنه: لا يستقيم إيمان عبد إلا بعد أن يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه إلا بعد أن يستقيم لسانه. هذا إذا صار فعلا ملاحظ نفسه حتى فيما يقول، فبالنتيجة هذا صادق، مو بس من خلال ما يفعل. لأنه أيضا في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أكثر ما يكب الناس في النار حصائد ألسنتهم. هذا الإنسان لأنه ما يلتفت إلى نفسه. يقول السائل: يا رسول الله، هذا الآن كيف يمكن له أن ينجو بنفسه؟ بهالشكل عنده المشكلة، كيف له أن ينجو بنفسه؟ قال: أن يملك لسانه. يلاحظ هذا الكلام اللي يصدر من عنده شنو هو إلى من آثار، شنو فعلا إلى من آثار، وهل فعلا رايح يجر منفعة أو يجر آفة. ما واحد دخل على الإمام زين العابدين عليه السلام قال له: يا ابن رسول الله، أيهما أفضل، السكوت أم الكلام؟ من يقعد في مجلس تشوفه وإذا هو يريد يأخذ المجلس من أوله إلى آخره، كل اللي بجعبته يريد يتحدث به، صحيح مو صحيح، كلام في منفعة كلام ما في منفعة، المهم أنه يتكلم، ما يقعد في مجلسه وهو ساكت. بينما الله عز وجل يقول: من جملة ما يتصف به أهل الإيمان هو أن يتصفون بهذه الصفة: والذين هم عن اللغو معرضون. قالوا: شنو المقصود باللغو؟ قال: اللغو كل كلام ليس فيه ذكر لله، أي كلام يتكلم بالإنسان ولا يوجد فيه ذكر لله عز وجل هذا يعتبر لغو. فالآن أريد أقعد بمجلس وأريد أتحدث، أشوف أنا الآن هذا الحديث أكو فيه منفعة أو لا، فيسأل هذا من الإمام الصادق: يا ابن رسول الله، أيهما، يسأل من الإمام زين العابدين عليه السلام: أيهما أفضل، أيهما أفضل، الكلام أم السكوت؟ قال له: فإن كان الكلام يجر آفات فالسكوت أفضل. إذا الكلام ما رايح يكون منه فائدة، يكون الإنسان يقعد بمجلسه وهو ساكت أحسن إليه. ثم قال الإمام عليه السلام: قال: وما بعث الله الأنبياء إلا ليتكلموا. وما بعثهم وقال لهم: أنتم تعالوا ادعوا الناس من غير أن تدعوهم، من غير أن تتكلموا وياهم، إلا ليتكلموا. فلاحظ هذا كلام الأنبياء حينما يتكلمون شنو من آثار لكلامهم، وأنا لما أجي أتكلم شنو أثر من أثر لكلامي. فالآية الشريفة تقول هذه أيضا واحدة من الصفات والخصال التي يعرف بها أهل الإيمان، أنه أنت تعرف المؤمن من غيره، أنه يلاحظ نفسه ويحاسب نفسه، ليس فقط على مستوى فعل
وإنما حتى على مستوى القول، لأن هذا الكلام اللي رايح يصدر من الإنسان بالنتيجة أنه يحاسب عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الكلام فعلا إلى وين رايحين؟ ولهذا الله عز وجل لما يجي يقول ترى أكو رقابة على هذا الإنسان. ليش؟ يريد يحصن هذا الإنسان، مو مسألة تخويف للإنسان، لا، تحصين الإنسان من أنه لا يقوم بفعل ولا يتكلم بكلام إلا بالنتيجة يجر المنفعة إليه. لهذا يمر عليك في دعاء الشريف للإمام أمير المؤمنين عليه السلام إشارة إلى هالمعنى: وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله. أنا الآن لمن أجي وألاحظ فعلا الله عز وجل يقول ترى إحنا مخلين عليك جهاز رقابي، ليش؟ يلاحظ ترى مو بس في أفعالك، يلاحظ حتى في أقوالك. ولهذا تعال أنت خلي كل فعل يصدر منك يقربك إلى الله، كل قول يصدر منك يقربك إلى الله، ثم تجي النتيجة بعد كل هذه الخصال والصفات اللي تشير إليها الآية الشريفة. قالت والذاكرين الله. شوف شلون الربط، قال هذا اللي هو صادق ويا الله لم يكن صادق مع الله، ولم يكن ليعيش القنوت مع الله، ولم يكن يعيش هذه الحالات إلا لأنه ذاكر لله. شلون ذكر إلى الله؟ ذكر لله سبحانه وتعالى مو من خلال سبحة أخذها بإيده وصار يستغفر، لا، إنما لأنه استحضر عظمة الله ونعم الله في كل لحظة من لحظات حياته. لهذا قالت لو الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وشوف الجمال القرآني، شوف الألفاظ الجميلة اللي تربط الإنسان بالله. ما قالت وسيعد الله لهم، يعني يقول لها إذا أنت سويت في النتيجة الله رايح يعطيك في المستقبل. قل له لا، يقول له أنت الآن هذا الأمر اللي هو من قبل الله هيئ لك وجهز لك، بس محتاج إلى عمل، بس أنت تعمل. ترى هذا وهذا إشارة. ولهذا ليش جت بصيغة الماضي أعد الله لهم، وما قالت وسيعد الله لهم؟ قالت أعد الله لهم، يعني أنه الله عز وجل منذ أن أوجد الإنسان وقبل أن يوجد الإنسان قال له هذا ما ستصل إليه. إذا أردت الوصول إلى هذا النعيم إذا لابد وأن تلاحظ هذه النفس، تلاحظ شلون يمكن فعلا أن تستقيم وتتصف بهذه الصفات. أعد الله لهم مغفرة، يعني يقول له ترى أكو وعد إلهي، والوعد الإلهي لا بد وأن يتحقق لكل من فعلا سلك طريق الحق وثبت على طريق الحق. الله عز وجل فعلا وعده بالنجاح وبالنجاة وبأن يحصل على خير الدنيا والآخرة. ورحم الله الفقيدة السعيدة رحمة الأبرار، وأسكنها الله فسيح الجنان، وخلف الله على فاقديها بالخلف الصالح. اقرأوا لروحها الفاتحة. وفعلا العطاء اللي من عند الله غير. الإنسان لو يلاحظ عطاء الله وما يعطى للإنسان من قبل الله، واقعا يوقف الإنسان أمام هذا العطاء الإلهي خجلان. المفترض أنه لا يواجه
هذا الإحسان إلا بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أمام العطاء اللي الله عز وجل أعطاه للإنسان، وما أكثر تلك العطايا الإلهية التي أعطيت. تعالوا أعظمها وأعظم تلك العطايا وأفضل تلك العطايا بعثة الأنبياء، وفي طليعتهم سيد الكائنات صلى الله عليه وآله، في طليعتهم رسول الله. زين، أمام هذا العطاء اللي صار من عند الله سبحانه وتعالى، وبعثة رسول الله وهداية رسول الله للناس ونصح رسول الله للناس وتوجيه النبي إلى الناس، ما غير أن النبي يواجه بالإحسان وبالشكر له على ما قدم وما بذل من أجل هداية الناس. لكن اللي صار شلون؟ اللي صار وإذا يوقف ذاك على باب بيت الزهرة ويصيح قولي لعلي يخرج وإلا أضرمتها عليكم نارا. قالوا له إن في الدار فاطمة، ترى هذا بيت النبي، هالباب هذا اللي يوقف عند النبي، وما يمر يوم إلا والنبي يوقف عند هذا الباب وهو يصيح باب فاطمة بابي حجابها حجابي. الآن توقف على هذا الباب، ايش تريد تسوي؟ قولي لعلي يخرج وإلا أضرمتها عليكم نارا. نادت أحرج عليكم لا تدخلوا بيتي بغير استئذان. قال لها يا فاطمة ما لابن عمك أوردك الجواب، وجلس هو من وراء الباب. قال ليش ما يطلع علي؟ قالت إنما أخرجني غيك وشقاؤك يا شقي، إنما أخرجني غيك وشقاؤك يا شقي. اجوا رفس الباب برجله. لكن شو اللي صار؟ يوم اللي رفس الباب برجله ولاذت الزهرة بين الباب والجدار. الله يرحم المحقق الكنباني الأصفهاني، اسمع ايش يقول في تلك القصيدة الرائعة. يقول اللي صار على الزهرة ما يمكن أن يوصف، لكن أنا رايح أجيب لك شهود ليصفوا لك ما جرى أو بعض ما جرى على فاطمة. شش اللي صار؟ قال لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها، تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، وما أصابها من المصاب مفتاح بابها حديث الباب، إن حديث الباب ذو شجون مما جنت به يد الخؤون. أيهجم القوم على بيت الغدايا ومهبط الوحي ومنتهى الندايا، أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها. بعد يا رسول الله قال وبابها باب نبي الرحمة، بل بابها باب نجايات الأمة، ما اكتسبوا بالنار غير العاري، ومن ورائها عذاب النار، وجاوزوا الحد بلطم الخد، شلت يد الإلحاد والتعدي، فاحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة، ولا يزيل حمرة العين سواه بيض الصفاح
يوم ينشر اللواء، تقل له ما ادري تدري يا علي لو ما دريت بحالتي. ما يدري يعني تقل له ما ادري تدري يا علي لو ما دريت بحالتي. رحت انخي ولا شفت واحد يلبي دعوتي، جيت مهضومة وتجري فوق خدي دمعتي. تقعد وطالب بحقي ليش متوسد ترى؟ تقول له من شطر مرحب بسيفه، ومن رد عمرو بن ود، ومن جلذيك الكتايب عن الهادي. يا محمد تنظر بعينك علي يلتوي صوتي، عبيد طايحة وتسمع ونينه يا علي فوق الأعتاب. قل ومن طحت خلف الباب يا راعي الحمية، نادت يا فضة تعال بعجل ليا، وخرت يا حامل حماية مغشي علي، احمرت عيوني وخرجنيني وصدري انصاب. وانت تشوف يا علي وتسمع ونيني، وقف على راسي ولطم خدي وعيني وانا انتحب واصيح يا فضة ادركيني، والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنيني يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. انظرنا بعين عنايتك، تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. من على جميع المرضى بالصحة والعافية، وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. المرحومة المبرورة الحاجة أم حسن، اللهم ارحمها برحمتك، أسكنها الفسيح من جنتك، صب على قبرها شابيب الرحمة والرضوان، اخلف على فاقديها بالخلف الصالح لها ولأسلافها ولأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، ولمن مات على الإيمان. رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.